هنا التاريخ. بقول مصر أم الدنيا فعلا وليس قولا، والدليل أخوة سيدنا يوسف لما حسوا بالمجاعة والجوع في أرض كنعان لجأوا إلى مصر، واستقبلهم سيدنا يوسف وقال لهم ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. السيدة مريم العذراء وابنها الرضيع عيسى عليه السلام لما حسوا بأذى من اليهود والرومان جوع على مصر. السيدة زينب الكبرى حفيدة رسول الله لما أذاها يزيد بن معاوية بن أبي سفيان جابت آل البيت وجات على مصر. هولاكو حفيد جنكيز خان اللي احتل نصف العالم، ما خلى آسيا ولا أوروبا، حتى الدولة العباسية ما سلمت منه. اسألوا سهل عين جالوت عن معركة عين جالوت الشهيرة، حيقول لك كان القضاء عليه والجيوش خرجت من مصر. الحروب الصليبية عن الإسلام والمسلمين لو سألتم وقلت لهم مين اللي رد همجية الصليبيين عن الإسلام والمسلمين حيقولوا لكم مصر. صدقوني يا سادة، لولا مصر من بعد المولى عز وجل راية الإسلام ما كانت ارتفعت مرة أخرى. بعد الكلام ده كله بيجيني واحد مسمي اسمه عثمان بقول لك إن أصل الحضارة السودان. يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. أفيقوا واستقيموا يرحمكم الله.